السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنبدأ النهاردة شرح وحل كتاب جيم للصف الثالث الإعدادي. هناخد النهاردة يونت 7 lessons 1 and 2. كل الناس المتابعين لما تجيبوا الشهادة وتقفل درجة نهائية تواصل معانا على الواتساب على الخاص، الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو. ابعت صورة الشهادة بتاعتك وهنعمل لك تهنئة باسمك وشهادة تقدير على منتدى القناة وعلى الواتساب كمان. وطبعا زي ما احنا متعودين في الشغل بتاعنا بنقرأ الكلمات ونتعرف على النطق الصحيح، هنشرح الجرامر بالتفصيل ونعلق على كل التريكات اللي ممكن تقابلنا. هنتعرف على كيفية حل سؤال الديالوج وسؤال الباراجراف اللي معظمنا بيشتكي منهم، وهنحل على ده كله أسئلة ونقول السبب بتاع الحل. وطبعا رابط جروب الواتساب موجود في الوصف أسفل الفيديو، اشتركوا فيه، بنشر عليه مذكرات مجانية ومراجعات وامتحانات بإجاباتها وحاجات كتير إن شاء الله هتفيدكم بإذن الله. نبدأ مع بعض. أول حاجة أهم كلمات الدرس الأول والثاني. هقرأ كل كلمة مرتين. contain contain describe describe entire entire fence fence locals locals meteorite meteorite oasis oases. النقطة الأولانية مفرد والتانية جمع. oasis oases. العمود اللي على اليمين ocean ocean shooting star shooting star springs springs surround surround temperature temperature wildlife wildlife wonders wonders. بعد كده ناخد الهابيتاتس البيئات الطبيعية. coastal coastal. لما اقول coastal habitat يبقى هنا بيئة ساحلية. desert desert forest forest grassland grassland mountain mountain polar polar rainforest rainforest wetland wetland. ناخد مفردات إضافية. area area Bedouin Bedouin caracal caracal coos coos cover cover date palm trees. ممكن ال هنا silent، وفي نطق غريب شوية أحيانا بنطق ال بس الشائع ال silent. date palm trees date palm trees. except except مكتوب جنبها BREP، دي مقصود بها ان ده حرف جر. furniture furniture frog frog location location orangutan orangutan flute flute polar bear polar bear volunteer volunteer. ناخد بعد كده تشيك بوينت. جاب لي 4 كلمات وجاب لي 3 جمل، عايزنا نكملهم بطريقة صحيحة. نمبر 1. My room has a sofa 3 chairs and a table. بيقول لنا الحجرة بتاعتي فيها كنبة، فيها 3 كراسي وكمان ايه منضدة او ترابيزة. This note has a classical style. الحاجة ديت لها ستايل كلاسيكي، فبالتالي هنا يبقى هنا furniture، يبقى اول واحدة الاساس. تمام. نمبر 2. floods cannot a lot of damage to the area near the river. الفيضانات ممكن طبعا تعمل او تحدث ضرر كبير جدا للمنطقة اللي هي قريبة من النهر، يبقى هنا تسبب، يبقى ايه؟ يبقى cause. نمبر 3. I went to سيوة and the Nuat were very friendly. انا رحت سيوة واللي هناك كانوا يعتبروا ودودين جدا. طبعا الناس المحليين، يبقى هنا نمبر 3 locals. تمام. ناخد بعد كده السينونيم والانتونيم. اول حاجة عندي هنا كلمة والمرادف والايه والعكس بتاعها. كلمة beautiful جميل ديت صفة. السينونيم او المينينج مرادفة يعني cute او lovely جميل. وطبعا الانتونيم او الاوبزيت عكسها ugly قبيح. bright مشرق او لامع ديت صفة. طبعا هنا المرادف بتاعها shiny، وطبعا الانتونيم عكسها dark مظلم او داكن. coastal ساحلي بتساوي seaside وعكسها inland البر او اليابسة. destroy يدمر او يخرب بتساوي damage وعكسهم fix او repair يصلح. important هام بتساوي essential اساسي او جوهري وعكسها unimportant غير هام. large وهيوج الاتنين معناهم ضخم ديت صفة، طبعا بتساوي big كبير وعكسها tiny او small صغير جدا.
local محلي بتساوي national قومي وعكسها global عالمي. protect يحمي بتساوي save أو keep يحفظ وعكسها damage يدمر. wet رطب أو مبلل بتساوي rainy ممطر وعكسها dry جاف. التعبيرات اللغوية بقى اللي هي language expressions. make a list of يعد قائمة لي. show respect for يظهر الاحترام لي. prepositions حروف الجر. fill with يملأ بي. home to موطن لي. locate on تقع في أو على. surrounded by محاط بي. conjugations of irregular verbs اللي هي تصريفات الأفعال غير منتظمة. أول حاجة fall يقع fill وقع fallen. hide يختبئ hid hidden. lay تضع البيض laid. نشوف الشيك بوينت نمبر 2. زي ما قلنا بيجيب لي هنا 4 كلمات و3 جمل وعايز نختار كل كلمة في المكان المناسب. نمبر 1 the coastal area المنطقة الساحلية is the area near the sea هي المنطقة اللي بالقرب من البحر. the word coastal has the same meaning as كلمة coastal لها نفس المعنى بتاع ايه؟ طبعا sea side هي دي كلمة مرادف ليها. نمبر 2 the teacher asked us to note a list of the natural wonders in Egypt. المدرس طلب مننا نعمل قائمة للعجائب الطبيعية في مصر. طبعا هنا يبقى هنا make a list يقوم بعمل قائمة. نمبر 3 they filled the bottle هم ملأوا الزجاجة water to take it in the trip ملوها بالمية عشان ياخدوها معاهم الرحلة. يبقى هنا fill with يملأ بي دي نمبر 3 تمام. بعد كده vocabulary builder اللي هو الجزء الخاص بالايه بناء المفردات اللغويه والثروه اللغويه. اول حاجه definitions التعريفات. اول كلمه عندي كاراكال اللي هو قط الكراكال او الوشق المصري زي ما بيقولوا عليه او القط البري. A wild cat ده قط بري with long legs اللي هي ارجل طويله and big ears اذن كبيره that lives in Africa and Asia بيعيش في افريقيا وفي اسيا. coastal habitat البيئة الساحلية a habitat which is next to the sea طبعا ديت بيئة أو موطن بالقرب من البحر. you often find rocks there غالبا بتجد هناك صخور. desert صحراء a large area of land منطقة كبيرة من الأرض where there is almost no water غالبا مبقاش فيه مية. rain أمطار trees أشجار or plants نباتات. forest الغابة a large area where trees grow close together منطقة كبيرة الأشجار فيها بتنمو متقاربة من بعضها جدا. grassland habitat البيئة العشبية a habitat which usually has large green areas and no mountains يعني بيئة أو موطن عادة بيبقى فيها إيه؟ يعني مساحات خضراء كبيرة طبعا no mountains ما فيهاش جبال خالص. habitat بيئة أو موطن the natural home of an animal or plant الموطن الطبيعي بتاع الحيوان أو النبات. mountain جبل a very high area of land with steep sides يعني منطقة عالية جدا من الأرض فيها طبعا steep sides يعني إيه تقولوا الأحرف بتاعتها يعني شديدة الانحدار الجوانب شديدة الانحدار. oasis واحة an area in the desert where you can find water منطقة في الصحراء نستطيع أن نجد فيها الإيه المياه. orangutan قرد أو إنسان الغاب a large animal with long red hair and long arms يعني حيوان كبير طبعا ليه long red hair شعره أبيض وطويل and long arms وأذرع طويلة which lives in the trees of Indonesia طبعا بيعيش في الأشجار بتاع إندونيسيا. ممكن أقول إندونيسيا أو أقول إندونيسيا. polar habitat البيئة القطبية a habitat ديت موطن which is always cold يعني دائما بتبقى باردة and is often covered by ice وغالبا تغطى بالايه بالثلوج. polar bear الدب القطبي ما قلش بير بقى polar bear. a large white bear طبعا ده دب ابيض وضخم which lives on the ice of the Arctic بيعيش على الثلوج بتاع القطب الشمالي. rainforests أو rainforest habitat الغابات المطيرة أو الاستوائية a habitat which has a lot of trees ديت بيئة فيها أشجار كتيرة جدا. it's usually very hot عادة بتبقى حر and rains a lot وتمطر كتير جدا. wetland habitat البيئة الرطبة there is not always rain in these habitats يعني مش دايما في أمطار كتيرة في الأماكن دي but there is always a lot of water لكن دايما بيبقى فيها مياه كتير عشان كده بيقولوا عليها بيئة رطبة. wonder مش wonder بقى wonder عجيبة something that makes you feel it's beautiful or amazing
يعني شيء بيجعلك تشعر ان الشيء ده جميل ومذهل، يبقى ديت حاجة عجيبة. ناخد بعد كده suffix، حروف اللاحقة. طبعا الحروف اللاحقة دي بتيجي في آخر الكلمة، ممكن تغير الكلمة من معنى كلمة، يعني تحول الكلمة من فعل الاسم أو من اسم لصفة وهكذا. appear يظهر، لما اضيف لها ance هي كانت فعل، لما اضيف لها الحروف ديت اصبحت اسم، بقت appearance مظهر، حولنا الفعل الاسم. coast لما اضيف لها al حولنا الاسم الى صفة، بقت coastal ساحلي. globe الكون، لما اضيف لها al حولنا الاسم اللي هو ده اللي هو جلوب الى صفة، بقت جلوبال عالمي. نيشن أمة، لما اضيف لها al حولنا الاسم لصفة، بقت ناشونال قومي. ناتشر طبيعة، لما اضيف لها ال حولنا الاسم لصفة، بقت ناتشرال. لوكيت يحدد موقع، لما اضيف لها اي او ان بحول الفعل الاسم، بقت لوكيشن موقع. بعد كده البريفكس البادئة. اول حاجة طبعا عندي لما اضيف يو ان في اول الكلمة بتجيب عكس الكلمة، في كلمة ناتشرال طبيعي ديت كلمة اسمها طبيعي، عكسها بقى unnatural غير طبيعي. كلمة usual معتاد، لما اضيف لها يو ان بقت unusual غير معتاد. language notes ملاحظات لغوية. A 3 hour drive يعني قيادة لمدة 3 ساعات، يبقى على بعد 3 ساعات قيادة بالسيارة. لاحظ عدم جمع كلمة hour لأنها هنا تستخدم إيه كصفة، يبقى هنا الكلمة اللي قبلها شرطة ديت غالبا بتبقى صفة، والصفات إيه لا تجمع. This is natural lake دي بحيرة طبيعية، أو البحيرة الطبيعية ديت is a 3 hour drive from هرجادة، يعني تبعد عن الغردقة 3 ساعات قيادة بالسيارة. الفرق بين nature و natural: نيتشر طبيعة، ناتشرال طبيعي. I love nature أنا بحب الطبيعة. النيزك ليك بحيرة النيزك is a natural wonder عجيبة طبيعية، يبقى ديت صفة لأن الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، يبقى هنا تعرف إن natural صفة وراها اسم. however مع ذلك تعبر عن التناقض، يعني في تناقض في المعنى بين الجملتين. لما أقول لك it's late الجو إيه أو لا تتأخر يعني. however ومع ذلك تامر wants to go for a walk تامر عايز يطلع يتمشى، يعني الساعة 1 2 بالليل عايز يطلع يتمشى إزاي. نمبر 4 help يساعد، ممكن يجي وراها تو المصدر او مصدر على طول. لما اقول جبل إلبا لوكيشن موقع جبل إلبا should help يجب ان هو يساعد to protect او protect على طول the wildlife there يساعد الحياة البرية هناك. نمبر 5 locals بتساوي local people السكان المحليون، سكان منطقة معينة. the lake is called the shooting star by locals البحيرة دي بتسمى شوتنج ستار بواسطة السكان المحليون. local لو جت كصفة he is well known in the local community هو مشهور ومعروف في المجتمع المحلي، يبقى هنا local صفة باسم جاي بعدها اللي هي community. natural wonders of Egypt natural wonders of Egypt يعني عجائب مصر طبيعية زي ايه؟ خلي بالك من الاسماء دي عشان ممكن تيجي في قطع فهم او في اسئلة. النيزك ليك بحيرة النيزك، جبل علبة جبل علبة، ده خارجة اواسيس واحد الخارجة، ذا نايل دلتا دلتا نهر النيل، ذا سهارا ديزرت الصحراء الكبرى، وادي الوشواشي يعني أحد الوديان، وايت ديزرت ناشونال بارك حديقة الصحراء البيضاء الوطنية اللي هي من غرب نهر النيل لحد ليبيا كده. ناخد بقى نصوص الريدنج والليسننج المهارة بتاعتهم. طبعا هنبدأ نتكلم بإيه في الليسننج الأول. أول حاجة بيكلمني هنا على 4 أماكن أو 4 أشياء. أول حاجة أورانجوتانز اللي هو قلنا عليه إنسان الغاب live in rainforests and spend nearly their entire lives in trees يعني الأورانجوتان ده بيعيش في الغابات وبيقضي تقريبا كل حياته على الأشجار. sea turtles اللي هي الايه السلاحف البحرية rarely leave the ocean except to lay eggs in the sand يعني نادرا لما تترك المحيط فيما عدا حالة واحدة بس، ان هي تضع البيض على الرمال، يعني بتضع البيض على الشاطئ يعني وبعد كده تنزل المحيط تاني. نمبر 3 the polar bear الدب القطبي is one of the few animals أحد الحيوانات القليلة that can live in a polar habitat تقدر تعيش في المناطق القطبية أو البيئة القطبية. نمبر 4 caracal live in grasslands الدب أو هنا القط بقى القط الكاريكال اللي هو القط البري أو الوشق المصري زي ما بنسميه بيعيش في البيئة العشبية. ليه؟ because they like to hide in the long grass بيحب يختبئ في الأعشاب الطويلة. نمبر 5 frogs ضفادع are wetland animals دي حيوانات بتحب تعيش في البيئة الرطبة that are able to live on land تعيش على الأرض as well as in water بالإضافة إلى الإيه؟ إلى المياه.
ناخد كمان نص استماع، وده نص مهم جدا جدا. ليه؟ ممكن يجي لك write a paragraph of 110 words، اكتب باراجراف 110 كلمة عن ايه؟ يقول لك a review about the kinds of habitats، انواع الايه؟ البيئات الموجودة في مصر مثلا. تمام؟ حاجات مهمة ركز فيها. There are many different habitats around the world. يقول لك يوجد العديد من المواطن حول العالم. Coastal habitats هيبدأ بأول نوع، اللي هي البيئات الايه؟ الساحلية. بيبدأ يوصفها بقى are along the coast، بتمتد بطول الساحل of the sea بتاع البحر. Some animals that live in the sea، بعض الحيوانات اللي بتعيش في البحر such as the sea turtle، زي السلحفاة البحرية، will visit land for egg laying، بتعود إلى اليابسة من أجل إيه؟ وضع البيض. grasslands، طبعا هعمل لك حوالين مربع بقى عشان تعرف ان ديت الانواع اللي عندنا. grasslands اللي هي الايه؟ الارض العشبيه او البيئه العشبيه are usually found in the center of large areas of land، عاده بتبقى موجوده في وسط مناطق ايه؟ واسعه من الارض. between mountains، بين الجبال، and deserts والصحاري. this is the natural habitat of animals such as the caracal، وديت البيئه الطبيعيه بتاع الحيوانات، زي مثلا الحيوان الايه؟ اللي هو القط البري. which like to hide in the long grass، بيحب يعيش أو يختبئ في الأعشاب الطويلة. grasslands are found all over the world، والبيئات العشبية موجودة في كل أنحاء العالم. warm wet habitats that get the most rain are called، البيئات الرطبة والدافئة اللي بيسقط فيها أكتر الأمطار في العالم are called، بنسميها إيه؟ rain forests، دي برضو أحد البيئات، ده نوع ثالث. trees grow very tall here، الأشجار بتنمو طويلة جدا في المكان ده so that they can get sunlight، لكي تستطيع أنها تحصل على ضوء الشمس، لأن الأشجار قريبة من بعضها قوي فمحتاجة تكبر كتير عشان توصل للشمس. more than half of the world's animals live in the rainforest، أكتر من نصف حيوانات العالم بتعيش في البيئات الإيه؟ المطيرة ديت، أو زي ما بيقولوا الغابات المطيرة، including the orangutan، من ضمنها اللي هو إنسان الغاب زي ما قلنا orangutan. النوع الرابع a wetland is a place، الأرض الرطبة بقى والبيئة الرطبة هي مكان where the land is often covered by water، غالبا الأرض بتغطى بالمياه. for example، على سبيل المثال the Nile Delta، دلتا نهر النيل. wetland animals، الحيوانات بقى اللي بتحب البيئة الرطبة ديت like frogs، زي الضفادع are able to live on land، تقدر تعيش على الأرض as well as in water، بالإضافة إلى المياه. the top and bottom of the earth، قمة الأرض واللي هي الإيه؟ الأسفل بتاع الأرض يعني are covered by ice، تغطى بالثلوج، يعني التلج في كل حتة. these areas are known as، المكان ده بنسميه إيه؟ polar habitats، البيئات القطبية. the polar bear is one of the few animals that can live in the cold temperature there، والدب القطبي يعتبر من أقل الحيوانات، حيوانات قليلة جدا بتعيش هناك، يقدر يعيش فين؟ في درجة الحرارة الباردة. يبقى أنا قلت كام هنا نوع؟ كده قلت 5 أنواع. يبقى لو قال لي kinds of habitats أو different habitats، هقول له ال5 أنواع دول بالجمل البسيطة اللي جنبهم، وموضوع جميل جدا ومتكامل. ناخد بعد كده نص reading، نص مهم جدا. natural wonders of Egypt، البيئات أو العجائب الطبيعية في مصر. Egypt is visited by more than 14 million tourists every year. مصر يتم زيارتها كل عام 14 مليون سائح كل عام. We have made a list of the natural wonders of Egypt. عملنا لستة بالعجائب الطبيعية بتاع مصر that we think visitors should know about. نعتقد ان ليه الزوار يجب انهم يعرفوا حاجات عنها. اول حاجة the White Desert National Park. طبعا هنا بيقول where، مكانها فين. احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ اللي هي حديقة الصحراء البيضاء الايه؟ الوطنية او القومية. قلنا بتمتد من غرب نهر النيل حتى ليبيا. هنا بيقول اهو this huge desert، الصحراء الكبيرة ديت starts on the western side of the river Nile، من الجانب الغربي لنهر النيل and continues into ليبيا، وتستمر في ليبيا. طيب نشوف حاجة تانية او نكمل على النقطة دي عشان نخلصها كلها. what، اتكلم عنها، ما هي يعني؟ قال it contains 5 oases، فيها 5 واحات with rocks، فيها صخور that the wind has made into strange shapes، الرياح حولتها إلى أشكال غريبة، حولت الصخور يعني. سؤال ثالث why is it a wonder، طب هي ليه تعتبر عجيبة من العجائب؟ دي نقطة مهمة بقى. the colors change at different times of day، ألوان الصحراء دي بتتغير في أوقات مختلفة من اليوم، بيتغير لونها. and make them beautiful to look at، بيخلوها طبعا جميلة ان احنا نقدر ايه؟ نشوفها ونبص عليها يعني، جميلة المنظر يعني. النيزك ليك، بحيرة النيزك
This natural lake is a 3-hour drive from Hurghada. البحيرة الوطنية ديت بتبعد 3 ساعات عن الغردقة. طيب what ايه هي بقى؟ اوصفها لي واتكلم عنها. The lake is called the shooting star. بيسموها شوتنج ستار، يعني بحيرة النيزك، او اللي هو النيزك، او بيقولوا عليه الشهب، زي ما بيقولوا الشهب، باي لوكالز، عن طريق الايه بقى؟ الناس المحليين والسكان المحليين. because it's believed that هم بيؤمنوا ان ايه؟ a piece of a star، يعني جزء او قطعة من نجم، a meteorite اللي هو النيزك، في into it، وقع في المكان ده فعمل شكل الشهب يعني. The lake is cut out of the rock. الأرض دي تم قطعها من أو فصلها عن الصخور in the shape of an eye، على شكل عين. and is filled with the bright blue water of the sea. وتم ملؤها بمياه البحر الأحمر الزرقاء. طيب هنا why is it a wonder؟ طب هي ليه دي عجيبة من العجائب؟ It's described by visitors as one of the best places to dive and swim. تم وصفها بواسطة الزوار إن هي من أفضل الأماكن اللي ممكن نغطس فيها تحت المياه، نمارس رياضة الغطس يعني، ونسبح فيها. العجيبة الثالثة جبل علبة، اللي هو جبل علبة. This national، طبعا مكانه فين؟ This national park is surrounded by grasslands. الحديقة الطبيعية ديت يعني محاطة بأعشاب grasslands أو بيئات عشبية. between the Red Sea، بين البحر الأحمر، coast اللي هو ساحل البحر الأحمر، and the mountains والجبال، دي منطقة بين الاتنين. what؟ طب اتكلم عنها ايه هي؟ This national park takes its name from the mountain. خدت اسمها من الجبل. In the middle of it، اللي هو الجبل اللي في وسط المنطقة، سموه باسم الايه؟ المنطقة كلها سموها باسم الجبل ده. Why is it a wonder؟ طب هي ليه بقى؟ ليه بقى ده تعتبر أحد العجائب يعني؟ It's unusually green and home to many animals and birds. طبعا هو يعتبر يعني unusually green، يعني أخضر على غير العادة. and home to many animals and birds، ويعتبر موطن لحيوانات عديدة وطيور عديدة. however، ومع ذلك رغم الوصف الجميل بتاعه ده، as it isn't easy to reach it isn't visited often. as هنا معناها لأنه ليس من السهل الوصول إليه، طبعا لا يتم زيارته غالبا. its location، موقعه، should help to protect the wildlife there. موقعه طبعا بيساعد في حماية البيئة البرية هناك. ناخد نص كمان برضو مهم، هو جايبه لنا في صورة ديالوج وممكن يجي في الامتحان، بس طبعا هتبقى كلماته اقل من ده لان ده فيه كلمات كتير قوي. هو بيتكلم على وادي الوشواشي، فبيقول ايه؟ راندا بتكلم نهال بتقول لها which place do you think should be on the list of Egypt's natural wonders؟ نهال، ايه الاماكن يا نهال اللي انت يجب احنا نضعها في لستة القائمة بتاعت العجائب الطبيعية بتاعت مصر؟ نهال بتقول لها I would choose وادي الوشواش. انا اختار مكان اسمه وادي الوشواش. طبعا رندا مستغربه تقول لها وادي الوشواشي؟ where is that؟ هو فين المكان ده؟ نهال قالت لها it's on the way to South Sinai. ده في الطريق الى جنوب سيناء. just 15 kilometers away from نويبع. طبعا بيبعد 15 كيلومتر عن نويبع. It's in the mountains of South Sinai، يعني في وسط الجبال بتاعت او في الجبال بتاعت ايه؟ جنوب سيناء. رندا بتقول لها اي سي، فهمت. That's a long away، او a long way away، ده مكان بعيد قوي. What kind of place is it؟ طب نوع المكان ده ايه؟ يعني قالت لها there are areas of water called springs there. في اماكن هناك خاص فيها ميه يعني بنسميها الينابيع. They make small lakes high in the mountains. بتكون في بحيرات صغيره مكونه يعني في اعلى الجبال. They are known as the green springs. بيسموها green springs. ممكن نقول الينابيع الخضراء، ايا كان الاسم بقى. رندا بتكلم نهال بتكمل بتقول لها ايه؟ I've never heard of this amazing place. لم اسمع ابدا بمثل هذا المكان المذهل. Can you swim there؟ ممكن نسبح هناك؟ نهال بتقول لها oh yes رندا طبعا. It's a wonderful place for swimming. ده مكان رائع للايه؟ السباحة. It's mostly visited by the local Bedouin people who live near there. غالبا يتم زيارته بواسطة السكان المحليين البدو اللي عايشين في المكان ده أو بالقرب من المكان ده. In fact، وادي الوشواشي is looked after by them. في الحقيقة وادي الوشواشي يتم الاعتناء به عن طريق الناس البدو دول. You can ask local tour guides. ممكن كمان تطلب من مرشدين سياحيين to take you there، عشان ياخدوك يودوك هناك. On a day trip، في رحلة يومية تستغرق يوم واحد يعني. Otherwise، وإلا it's really difficult to get to، وإلا صعب جدا إنك توصل هناك. But I think that's why it's such a special place. لكن أعتقد إن ده السبب إن المكان ده يبقى مكان خاص وليه ميزة خاصة يعني. ناخد كمان نص بيتكلم على خارجة أويسيس، واحة الخارجة.
ده خارجة oasis is surrounded by desert. واحد الخارجة محاطة بالصحراء. far from the river Nile بعيدا جدا عن نهر النيل. It's visited by more and more tourists every year. يتم زيارتها بناس أكتر أو سياح أكتر وأكتر كل عام. Hundreds of date palm trees are grown here. مئات أشجار النخيل يعني أو البلح طبعا إيه تزرع هناك. The dates البلح ده are sold in many shops. يتم بيعه طبعا في محلات عديدة in the area في المنطقة دي. You can also fill your bags with the baskets. يعني ممكن تملأ الشنط اللي انت بتاخدها في السفر يعني او حقائب تملاها بالباسكتس اللي هي السلات shoes احذية and the furniture واساس that are also made from the dead palm trees بيصنع من اشجار النخيل. ده خارجة oasis is one of Egypt's natural wonders. واحد الخارجة تعتبر احد الايه العجائب الطبيعية بتاعت مصر. ناخد بعد كده اكسرسايز تمارين على الفوكابلري طبعا زي ما اتفقنا قبل كده. راجع الجزء اللي فات كويس جدا وقف الفيديو حل الجزء ده لوحدك من غير ما تشوف اي حاجه في الفيديو عشان بعد كده تشغل الفيديو تاني طبعا بعد ما تذاكر وتحل تعرف اجابتك صح ولا غلط وبعد كده تعرف السبب بتاع الحل. وطبعا طمني على مستواك واكتب لي في التعليقات جبت كام من 16 في اسئله كلمات الدرس الاول والثاني. وخلي بالك تفاعلك معانا بيشجعنا عشان نستمر سواء عملت لايك او كومنت تشجعنا فيه وكمان برضو بتشترك في جروب الواتساب اللي موجود في الوصف اسفل الفيديو هتستفيد كتير جدا منه. نشوف هنا طبعا عندي اول سؤال ريد اند كومبليت جايب لي هنا 6 كلمات. جايب لي فقره فيها 4 فراغات يبقى انت عندك كلمتين زياده. ال4 فراغات واحد فيهم حسب مواصفات الامتحان خاص بالجزء بتاع الجرامر بتاع الوحده يبقى انا بحل واخد بالي من الكلام ده. عشان احل السؤال ده صح اقرا الكلمات افهم معناها اقرا الفقره مره واثنين وثلاثه وابدا احل. لو الاول نقطه فيها صعوبه سيبها للاخر هتبقى سهل لان الاختيارات هتبقى ايه قليله. نشوف كده amazing مذهل on ده حرف جر على from حرف جر من springs ينابيع swimming سباحه terrible فظيع. طبعا السؤال ده جه في لونج مان السلسله اللي عامله المنهج بتاعنا. There are different places that could be on the list of Egypt's natural wonders. في طبعا أماكن مختلفة من العالم ممكن نجد فيها زي ما بيقولوا عجائب طبيعية لمصر أو قائمة من العجائب الطبيعية بتاعت مصر. One of these أحد هذه العجائب is وادي الوشواشي which is located the way to South Sinai. موجود في الطريق إلى جنوب سيناء. طبعا موجود في الطريق إلى يبقى هنا on ودي أول حاجة نمبر 1. بعد كده there هناك you can find ممكن تجد that form small lakes. طبعا ممكن تجد ايه اللي بيشكل زي ما بيقولوا بحيرات صغيرة احنا قلنا عليها springs الينابيع بتعمل بحيرات صغيرة كده. it's a wonderful place for تعتبر مكان مذهل للايه طبعا swimming للسباحة. really فعلا حقا it's a not place to visit. ده مكان ايه يا ترى قلت terrible بعد الوصف ده كله ما ينفعش ده amazing. ده مكان مذهل ان احنا ايه نقدر نزوره. ناخد بعد كده choose number 1 we should protect our environment. يجب ان نحمي البيئة بتاعتنا. the word protect means كلمة protect معناها ايه طبعا معناها save لترضي. number 2 we add the suffix to change the verb appear into a noun. بنضيف بقى السفكس هنا مقصود بها الحروف في اخر الكلمة للفعل appear عشان نخليه اسم noun يبقى هنا ضيف له ance يبقى appearance. number 3 not habitat is next to the sea. البيئة ديت أو الموطن ده بجوار البحر. and you find rocks there وبنجد هناك صخور. ترى الماونتن coastal polar rainforest. طبعا البيئة ديت اسمها coastal habitat بيئة ساحلية. احنا ما قلناش أصلا في حاجة اسمها mount habitat. number 4 strong wind destroyed many trees. الرياح القوية تدمر العديد من الأشجار. the synonym of destroyed is مرادف كلمة destroyed هيبقى ايه طبعا destroyed يعني دمرة يبقى هنا بتساوي damaged دمرة. number 5 Egypt has lots of natural wonders. مصر فيها يعني عجائب طبيعية كتير. to get the opposite of natural عشان نجيب مضاد كلمة natural we add the prefix نضيف ايه قبل كلمة natural هنضيف لها un تبقى unnatural غير طبيعي. number 6 or an is an area in the desert. ديت منطقة في الصحراء where you can find water ممكن نجد فيها مياه ممكن أشجار كمان يبقى هنا oasis واحة. number 7 throwing rubbish into the river can make water dirty. إلقاء القمامة في النهر ممكن يجعل المياه متسخة وقذرة. this can water ده ممكن يعمل إيه في المياه طبعا pollute يلوث المياه. number 8 the north is a large area of land منطقة كبيرة من الأرض أو اليابسة where there is almost no water ما فيهاش مية.
rain او امطار، trees اشجار يعني غالبا في أو معظم الاوقات، or plants او نباتات، يبقى انا بتكلم على desert الصحراء. تمام. نمبر 9. I saw many large statues. انا اشاهد او رايت العديد من التماثيل الكبيره، اسمها statues مش statue، لا statues تماثيل. in the new museum في المتحف الجديد. the antonym of large is مضاد كلمه large هتبقى طبعا tiny صغير. نمبر 10. We visited many oases and saw lots of full of hot water. احنا زرنا العديد من الواحات and saw وشفنا lots of ايه full of hot water مليئة بالمياه الساخنة. طبعا springs ينابيع، في هناك طبعا ينابيع مياه ساخنة. Number 11. جبل إلبا is usually green and too many animals and birds. جبل إلبا عادة أو على غير العادة لونه أخضر، يعني منطقة كبيرة خضراء. and not too many animals وفيها ايه تعتبر موطن لحيوانات كتيرة، يبقى هنا هتبقى طبعا home to many animals and birds. Number 12. It's wet outside. It's not on the roads. الجو في الخارج رطب. It's not on the roads يبقى هنا ايه، يبقى اكيد بدل هو رطب يبقى rainy، يبقى ممطر على الطرق. تمام. ناخد بعد كده الجزء الخاص بالجرامر، بيكلمنا على passive المبني المجهول، present simple passive مضارع بسيط في المبني المجهول. مبدئيا يعني ايه مبني مجهول؟ المبني المجهول بنستخدمه لما نركز على الشخص او الشيء الذي يقع عليه الفعل وليس من يقوم بالفعل، ودي حته مهمه قوي خلي بالكم منها. يبقى انت في المبني المجهول بتعمل ايه؟ بتركز على الشخص او الشيء الذي يقع عليه الفعل اللي هو المفعول يعني، وليس من يقوم بالفعل. ممكن نتكلم ونستخدم صيغه المبني المجهول عند برضو عدم معرفه من قام بالفعل. مثال بسيط قوي ونبدا نشتغل عليه. More than 14 million tourists يعني أكتر من 14 مليون سائح visit Egypt every year بيزوروا مصر كل عام. ديت جملة مبني المعلوم ليه؟ لأن الجملة بادئة في الأول بإيه؟ بادئة في الأول بفاعل، يعني إيه؟ اللي هو قام بالفعل. يبقى هنا أكتر من 14 مليون سائح. طب ال 14 مليون دول عملوا إيه؟ visit ده الفعل بتاعي. طب وهنا زاروا إيه؟ زاروا مصر ديت المفعول. طب أنا عايز أخلي الجملة ديت مبني المجهول، هبدأ بمين؟ اللي أركز عليه، اللي وقع عليه الفعل، اللي وقعت عليه الزيارة اللي هو ايجيبت. بدأت بكلمة ايجيبت، يبقى أول حاجة هنا جبتها عندي إيه؟ ايجيبت. طب more than 14 million tourists، مليون tourists هتبقى ايه؟ هتبقى مفعول، يبقى دي المفعول جت بعدها. طب الفعل visit هي دي الشغل بتاعنا بقى. ده مضارع بسيط معلوم، هخليه مضارع بسيط مجهول اجيب قبله ثلاث حاجات او حاجه من ثلاثه، am is are، والتصريف الثالث منه يبقى is visited. تمام. نشوف تكوين الزمن واحده واحده ونفصل الكلام ده. الجمله المثبته في المبني المعلوم والمبني المجهول في زمن المضارع البسيط. اول حاجه طبعا في المبني المعلوم اللي هو التكوين العادي بتاعنا في المضارع، كنا بنقول تكوين المضارع البسيط حاجه من الاثنين، خلاصه الكلام، يا فعل مصدر بيجي بعد يو وي زي او اسم جمع، يا فعل في اس او اي اس او اي اس بيجي بعد هي وشي وات او اسم مفرد. الكلام كده واضح جدا. طب انا عايز اخلي الكلام ده مجهول، انا كنت هنا ببدا بالفاعل في المبني المعلوم، هبدا بالمفعول في المبني المجهول، بعده اجيب ام وازوار، بعد كده تصريف ثالث واجيب الفعل في الاخر مسبوق بكلمه باي. هنفهم الكلام ده بالتفصيل، نشوف المثال كده ونطبق عليه. هنا اول حاجه بيقول لي they built new schools every year. لازم تحدد الجمله فيها كام حاجه الاول؟ ثلاث حاجات، فاعل، فعل، مفعول. يبقى الجمله فيها ثلاث حاجات، يبقى انا هبدا ايه اشتغل عليها واخليها مبني مجهول. امال every year دي التكمله بكتبها زي ما هي. لما تعوز بقى تبدا بالايه او تحول الجمله الى مبني مجهول، ابدا بالمفعول. المفعول ايه؟ نيو سكولز. تمام. طب وذاي عايز تجيبها هاتها في الاخر مسبوقه بكلمه باي، بس هتحاولها تقول باي ذم، بلاش نجيبها عشان ما نلخبطش الايه الضمير بتاعنا او التحويل اللي نتلخبط فيه. طيب هنا كلمه بيلد يبني، يقوم بالبناء، يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب قبلها ام از ار. هتجيب هنا ايه؟ هتجيب طبعا ار لان سكولز الفعل الجديد بتاعي جمع، يبقى انا اقول ار وتصريف تالت من بيلد هيبقى بيلد، يبقى ار بيلد every year. طب معنى الجمله يا مستر؟ المبني معلوم زي build new schools every year هم بيقوموا ببناء مدارس جديده كل عام. المبني المجهول بتاعها مدارس جديده يتم بناؤها كل عام. مثال تاني، ماي مام ديت ايه؟ فاعل. ليه؟ لانها لامت بالفعل وقبل الفعل كمان. داز ديت ايه؟ فعل مساعد؟ لا هنا فعل اساسي عشان جاي وراها شوبينج. لما يجي ورا داز شوبينج او اكسرسايز او سبورت او يجي وراها هوم ورك معناها كده دي فعل اساسي يعني يقوم بعمل الشيء ده. طب والمفعول؟ ذا شوبينج ليه هي مفعول؟ لانها وقع عليها الفعل، يبقى الفاعل هو اللي قام بالفعل والمفعول هو اللي وقع عليه فعل الفاعل.
انا عندي ثلاث عناصر، تمام، هرقمهم لك عشان ما تسرحش مني. دي رقم واحد اللي هي ماي مام، رقم اتنين داز، رقم ثلاثة ذا شوبينج. تمام. وعملنا الكلام ده في المره الاولانيه برضه، كانت زي هنا رقم واحد، وهنا اتنين رقم ايه اللي هي بيلد، رقم اتنين الفعل، ورقم ثلاثة المفعول اللي هي سكولز. لما احول الجمله ديت لمبني المجهول هبدا بايه؟ بالمفعول اللي هو ايه؟ اللي هو ذا شوبينج. تمام. بعد كده يبقى ده ذا شوبينج، ده رقم ايه؟ خلي بالك دي كانت ايه؟ ده كانت ثلاثة. يبقى انا ما انا ببدأ بالمفعول، ده رقم ثلاثة تيجي في الاول. طب بعد كده هجيب الفعل اللي هو is done. ليه يا مستر قلنا is؟ خلي بالك انت قلت is هنا ليه؟ عشان الفعل اصلا كان do، فانت بتجيب تصريف ثالث منه done، وطبعا قبله is عشان شوبينج مفرد. وفي الاخر رحت قايل ايه؟ باي مام. يبقى انت عملت هنا ايه؟ جبت رقم ثلاثة الاول، ورقم اتنين زي ما هي بعد ما حولتها، ورقم واحد جبتها في الاخر مسبوقه بكلمه باي لو ذكرت الايه؟ الفاعل. ما ذكرتش الفاعل مش لازم أنا اجيب باي. تمام. نفس الكلام اللي قلته ده بالظبط هيتطبق في الايه؟ في النفي، بس مع ملحوظه جديده. ايه هي؟ ركز معايا. فاكرين كنا بننفي المضارع البسيط في في المبني المعلوم ازاي؟ كنا بنقول فاعل دونت زائد المصدر، فاعل doesn't زائد المصدر. تمام. يبقى اي يو زي اسم جمع مع دونت والمصدر، هي شي ات اسم مفرد مع doesn't والمصدر. مثلا زي don't make sandwiches here، هم ما بيعملوش سندوتشات هنا. دي جملة عادية أبدأ أركز فيها وأنا بكتب. أول حاجة عندي هنا they ديت الفاعل، don't make الفعل، sandwiches المفعول. تمام. يبقى رقم واحد الفاعل، رقم اتنين don't make الفعل، وهنا sandwiches المفعول. وطبعا here ديت إيه؟ ظرف مكان، دي تكملة. عايز بقى اعمل ايه؟ عايز احول الجمله ديت الى مبني مجهول. حته مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ولو ما خدتش بالك هتتلخبط. بشطب دونت او دازنت عشان المثال الجاي برضه. يبقى بشرب دونت او ايه؟ او دازنت. تمام كده. طيب نبدا نشتغل، بس خليك في دماغك وفاكر ان الجمله كانت منفيه. هبدا اجيب ايه؟ انا سامع ناس برافو عليكم بيقولوا ساندويتشز، ما اسمها ساندويتشز بقى. ساندويتشز ديت بالايجيبشن انجلش اسمها ساندويتشز. تمام. طيب هنا السندوتشات ديت بدانا بيها لانها، برافو عليك، لانها مفعول، يبقى ده رقم ثلاثه. بعد كده كلمه ميك انا عايز اجيبها في المجهول، هجيب تصريف ثالث منها هتبقى ميد. طب يا مستر ساندويتشز اسم جمع، هقول ار. كلامك مظبوط. لو انت وقفت لحد كده جبتها غلط، لان الجمله كانت منفيه وانت خليتها مثبته، فبالتالي لازم اقول ايه؟ aren't made. وديت الجمله النقطه الثانيه. يبقى انت خلي بالك ان الجمله منفيه بعد ما شطبت دو ايه؟ don't او doesn't. وفي الاخر جبت ظرف المكان، او اجيب by them لو قلتها. مثال تاني بيقول لي هنا اول حاجه علي ديت اول حاجه الفاعل، doesn't feed the cat ديت الايه؟ المفعول. يبقى هنا علي دي رقم واحد الفاعل، feed او doesn't feed ديت الايه؟ الفعل، ورقم ثلاثة the cat ديت المفعول. تمام. طيب هنا يا مستر احنا قلنا اول حاجه بعمل ايه؟ بشرب doesn't زي ما شطبتها دلوقتي. طب بعد كده بعمل ايه؟ بجيب التصريف الثالث من كلمه feed بس بعد ما جبت المفعول في الاول. يبقى هنا the cat دي رقم ثلاثة جبتها في الاول. بعد كده isn't fed رقم اتنين، باي علي رقم ايه؟ رقم واحد. يبقى انا عكست الكلام. بس isn't ليه؟ عشان الجمله كانت منفيه، وهنا القط ذكاة مفرد. لما اجي اكون سؤال في المبني المجهول على المضارع البسيط، تقريبا نفس الخطوات اللي قلناها بالظبط مع نقطه صغيره بسيطه قوي هتعرفها دلوقتي برضو، ونقول الملحوظه بتاعت الجزء الجديد. السؤال في المبني المعلوم بتاع المضارع فاكرين؟ دو فاعل مصدر، داس فاعل مصدر، وطبعا دو بتاخد اي يو زي او اسم جمع، وداس بتاخد هي وشو او اسم مفرد زي ما احنا متعودين عليه. Do they make windows of good wood؟ أول حاجة أنا سامع ناس استنتجت استنتاج صح وقالت هنشرب دو، برافو عليكم صح، وهنشرب داس برضه. يبقى إذا فيرب تو دو بيتحذف عند التحويل إلى غير مباشر. أنا قلت فيرب تو دو اللي هو الفعل المساعد مش الفعل الأساسي، حذفناه في النفي وحذفناه في السؤال، وهنحذفه مع السؤال بتاع عادة استفهام كمان. تمام. هنا بقول لك دو زي ميك ويندوز، اشتغل عادي جدا كأنك بتشتغل في جملة عادية، بس مع ملحوظة انك بدل ما تقول ويندوز ار ميد هتقول ار ويندوز ميد. ليه يا مستر؟ ما هو سؤال بنجيب ار الاول، ونفس التحويلات اللي قلناها سواء كانت فاعل او فعل او مفعول. طبعا هنا ذي ديت فاعل، ميك الفعل، ويندوز مفعول. باجي ابدا بالمفعول ويندوز واقول ار ميد، بس بعد ما قلت ويندوز ار ميد اجيب ار قبل ايه؟ قبل ويندوز، يبقى ار ويندوز ميد. تمام. يبقى الجمله بدات برضو بايه؟ او السؤال بدا بتاعي ايه؟ بمفعول بس قبله الفعل المساعد. والفعل هنا ميد جبت قبله ار في الاول خالص طبعا، وممكن اجيب المفعول في الاخر او ما اجيبوش عادي جدا، ودي تكمله اوف جود وود. معنى السؤال يا مستر المبني المعلوم do they make windows of good wood، هل هم قاموا بعمل شبابيك من خشب جيد؟ لو جبتها في المبني المجهول، هل الشبابيك تم صناعتها او عملها من خشب جيد؟ مثال تاني
does هاني wash the car every day؟ هل هاني بيغسل السيارة كل يوم؟ تمام، بس هاني طبعا الفاعل زي ما قلنا قبل كده، ده رقم واحد. ووش ده رقم اتنين. ذكر رقم تلاتة. طب يا مستر، انا في بعض الاوقات واحد يقول لي يا مستر انا بتلخبط في اوقات لما اجي احدد المفعول. احنا قلنا في الاول المفعول هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، زي ما بتاخده في اللغه العربيه بالظبط. المفعول بيجي بعد الفعل، المفعول بيجي بعد حرف الجر. تمام. هنا بنبدا بكلمه ذكر، تمام، بس بنجيب قبلها ايه؟ ايز، زي ما قلنا، برافو. التصريف الثالث من واش هيبقى واشد، وباي هاني افري داي نفس الكلام بالظبط. يبقى هنا كلمة ذكر دي رقم ثلاثة، ووش دي رقم اتنين، وباي هاني ذكرها المرة دي رقم واحد. لو هسأل بأداة استفهام نفس اللي فات بالظبط، مع زيادة ايه؟ أداة استفهام. يبقى أداة استفهام دو أو داس فاعل مصدر. لو هحولها لمجهول هتبقى أداة الاستفهام أم إز آر مفعول تصريف ثالث، وأجيب الفعل في الآخر باي. شوف المثال كده. How do they make cookies؟ كيف يقوم هم بصناعة الايه؟ الكيكة أو الحلوى. هنا طبعا لو هخليها مجهول يبقى how are cookies made. يبقى هنا كيف تم صناعة الايه او عمل الكوكيز اللي هي الكعكة او الحلوى. تمام. السؤال اللي جاي بقى فيه تكة صغيرة، ايه هي؟ who cooks dinner؟ مين او من الذي قام بطهي العشاء؟ تمام يا مصر، ده سهل جدا. هقول طبعا هو، واجيب المفعول واجيب الفعل، واجيب الفعل مسبوق بكلمة باي. فعل ازاي بكلمة باي وهو بيسأل عليه؟ واضحة كده ولا ايه؟ who cooks dinner. انا ما عنديش غير حاجتين بس، مفعول ده رقم ايه؟ ثلاثة، وكوكس ده رقم اتنين. امال فين رقم واحد يا مستر؟ ما انا بسأل عليها عشان كده ما بجيبهاش في التحويل. شوف احولها ازاي. who is dinner cooked by؟ من الذي تم طهي العشاء بواسطته؟ يبقى الحالة الوحيدة ديت اللي ما اجيبش فيها الفاعل عند التحويل اللي هو ايه؟ مبني المجهول، اذا كان بسأل او اذا كنت بسأل بهو، من للعاقل. تمام. جه دورنا مع حل الاسئله على الجزء الخاص بالجرامر، واتفقنا وقف الفيديو ذاكر الجزء اللي فات لوحدك، بعد كده حل الاسئله دي لوحدك، شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط، وعشان تعرف السبب بتاع الحل. طمنا على مستواك واكتب لنا في التعليقات في الكومنتس جبت كام من 20 في اسئله قواعد الدرس الاول والثاني في الوحده السابعه. تفاعلك معانا خليك متاكد ان التفاعل ده بيشجعنا عشان نستمر. نبدا مع اول سؤال. The park not surrounds by grassland. الحديقة هل هي اللي بتحيط ولا تحاط؟ لا، هي تحاط هنا بعشب أو مناطق عشبية. يبقى هنا the park مفعول. في حتة يا مصر برضو أنا مش عارف الجملة بتبدأ بمفاعل ولا مفعول عشان أقدر أحدد الزمن بتاعي صح. زي لسه قايل لك حالا، اسأل نفسك سؤالين أو سؤال لمدة ثانيتين. إيه هو؟ يا ترى أول كلمة ديت هي اللي قامت بالفعل تبقى فاعل، يبقى مبني بالمعلوم، يبقى هجيب يا إما فعل مصدر يا فعل في اس حسب الفاعل. لو كانت اول كلمه هي اللي وقع عليها فعل الفاعل يبقى ديت مفعول، يبقى انا هجيب التكوين بتاعي في المبني المجهول ام از ار تصريف ثالث. تمام كده الامور واضحه. طب الحديقه هنا، طبعا الحديقه يتم احاطتها، يبقى ديت مبني مجهول وهي مفرد، يبقى هنا اول حاجه اقول ايه؟ is surrounded. ليه يا مستر هنا is surrounded؟ احنا قلنا بقى لسه قايلها لك حالا ان قبلها مفعول. نمبر 2. The land is not covered with ice in polar habitat. الأرض تغطى، مش هي اللي بتغطي، تغطى، يبقى من المجهول يبقى تصريف ثالث. يبقى هنا اكتب حالة ايه؟ أول حاجة هنا covered. تمام، تصريف ثالث بتاع cover. نمبر 3. few magazines مجلات قليلة sell today by news agents يتم بيعها في هذه الأيام بواسطة المكاتب بتاع الجرائد because of the internet بسبب الإنترنت. يبقى هنا طبعا المجلات ديت جمع، يبقى هنا ار، ركز في الحتة ديت. بعد كده التصريف الثالث sold. حتة مهمة، مهم جدا يا جماعة احفظ تصريفات الأفعال، لو ما عنديش تصريفات أفعال حافظها كويس فهتلخبط في الزمن. نمبر 4. I saw a website which is designed an expert programmer. يقول لك انا هنا شفت موقع يتم تصميمه بواسطة ايه؟ مبرمج خبير. طبعا هنا بواسطة يبقى هنا باي. تمام. نمبر 5. as a popular game كلعبة مشهورة. football not played by millions of people every day. كرة القدم يتم لعبها بواسطة ملايين من الناس كل يوم، يبقى ما من مجهول برضو، يبقى هنا is بعد كده played. Number 6. Television is not watched by my family every evening. التلفاز يتم مشاهدته، يبقى تصريف تالت من كلمة watch هيبقى watched. تمام. Number 7. Many houses in coastal areas العديد من المنازل في المناطق الساحلية built by local people. خلي بالك برضو ان باي لما يجي وراها فاعل دي تعتبر علامة للمبني المجهول. يبقى هنا التصريف الثالث، يبقى هنا areas هنقول الاول are وبعد كده built
تمام. number 8. Do the dishes washed after every meal. هل الأطباق يتم غسلها بعد كل وجبة؟ الأطباق مفعول يبقى أبدأ بآر. تمام، يبقى هنا are the dishes washed. number 9. It's know that some turtles live for 100 years. من المعروف إن السلاحف تعيش لفترة أو تصل إلى 100 عام. حياتها يعني بتبقى 100 عام. It's إيه؟ طبعا التصريف الثالث هيبقى it's known. يبقى من المعروف أن. يبقى هنا إيه؟ it's known. تمام. number 10. Many new cars not made by robots in factories. العديد من السيارات يتم صناعتها يبقى are made. number 11. Which kinds of habitats find at جبل إلبة؟ أي الأنواع بتاع المواطن؟ يبقى are عشان هنا ديت جمع، وبعد كده found. تمام، يتم إيجادها. number 12. These pictures are taken by my sister. الصور ديت تم أخذها والتقاطها بواسطة أختي. التصريف التالت من take هيبقى taken. تمام. number 13. Egypt visits by more than 14 million tourists every year. مصر يتم زيارتها يبقى ايه؟ يبقى هنا اوعى تقول لي ار، يبقى هنا از. في ناس بتبص دايما يا جماعه للمفعول ان هو جمع يروح جايب ار. لا، انا هبص للي قبلها قبل كلمه از وار على طول، هو ده اللي بيحدد لي اجيب از ولا اه. يبقى هنا ايه؟ is visited. number 14. Who is the message delivered to؟ الرسالة ديت تم توصيلها إلى مين؟ يبقى هنا delivered. ليه يا مستر delivered؟ لأن احنا قلنا إن بجيب التصريف الثالث من الفعل، وطبعا deliver ده فعل منتظم، فبجيب منه إيه؟ بجيب منه التصريف الثالث. يبقى هنا delivered. number 15. Great artists يعني فنانين عظماء وكبار usually are painted beautiful pictures. اوعى تتلخبط بقى، ما هو اللي حاطط السؤال لقاك دايما بتحل على طول مبني مجهول مبني مجهول، فراح حاطط لك في النص كده حته معلوم. ليه؟ لان الفنانين هم اللي هيرسمهم. يبقى هنا paint فقط. اوعى تقول لي painted بقى، ما هو احنا حولناها المجهول بقت are painted لو بدات بالمفعول اللي هي beautiful pictures. تمام. number 16. This restaurant is nice. المطعم ده جميل. It's food. الطعام بتاعه cooks by a great chef. يعني يتم طهيه. الطعام مفرد، خلي بالك مستر، مفرد ازاي؟ ده جمع. لا، ما دي uncountable noun، اسم لا يعد. يبقى هنا يبقى cooked. تمام. number 17. many trees. اشجار كتيره عديده is planted. ده بقول لها اشجار عديده is ازاي بقى؟ المفروض تبقى ايه؟ تبقى are. number 18. My mother usually tell me a story before I sleep. سهلة جدا يا مستر. My mother usually is told me. غلط، ما احنا قلنا نركز، لأن my mother ديت الفاعل، هي اللي هتقوم بحكاية القصة، هي اللي هتحكي القصة. لو قال a story في الأول كنت قلت is told، إنما my mother يبقى هنا tell. غلط، أمال إيه؟ tells. فيها اس عشان المضارع مفرد أحط له اس. number 19. Mobile phones are widely using everywhere. طبعا هنا التصريف تالت هيبقى used. تمام، لان هنا الموبايلات يتم استخدامها على نطاق واسع في كل مكان. كلمة widely يعني على مقدار واسع ونطاق واسع. number 20. How often your clothes wash a week؟ هنا بقى سؤال جميل. ليه؟ لان جايب لك هنا الحته بتاعت تكوين السؤال بعد اداه الاستفهام ده جيب ام اذا تصريف ثالث، لان بيكلمني على المفعول يبقى ار. ليه؟ عشان الملابس اللي هي الملابس بتاعتك تبقى ايه؟ هتبقى اسم جمع. يبقى هنا your clothes. ما اسمهاش clothes بقى، اسمها clothes. وبعد كده التصريف الثالث هيبقى ايه؟ هيبقى washed. تمام. يبقى هنا how often are your clothes washed. تمام. بعد كده الجزء الخاص بالسكيلز، مهارة الكتابة. ازاي تكتب مقال نقدي عن، قلت لك عليه في الاول اهو، how to write a review on one of the natural wonders in Egypt. اكتب مقال نقدي عن احد العجائب الطبيعية في مصر. جايب لك هنا افكار، وجايب لك نصائح على اليمين ان بيقول لك ناقش ما اعجبت به وما لم تعجب به في الموضوع. قم باعطاء اسباب لدعم رايك. حته حلوه قوي. جايب لك هنا عناصر الموضوع اهوت. موضوع سهل جدا عشان تكتب فيه، وطبعا جايب لك الموضوع جاهز. خلي بالك بقى، اول جمله بادئ بحرف كابيتال، اخر الجمله حاطط فول ستوب. دايما الاسماء بتبقى كابيتال، الاسماء المشهوره واسماء الاماكن المشهوره تبقى كابيتال زي جبل البا، النيزك بيتش، وهكذا. تمام. كمان مفيش اخطاء في السبيلنج ولا الجرامر، وسايب مسافات بين الكلمات، وخطك واضح، مفيش تشطيب، تاخد درجه كامله ان شاء الله. خد افكار الموضوع واكتب اسلوبك، ولو عندك اي مشكله اكتب لي في الكومنتس في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. ناخد بعد كده تيست يور سيلف، اختبر نفسك on lessons 1 and 2. اول سؤال عندنا سؤال الديالوج، وتقولنا الترم الاولاني، الناس اللي متابعينا من الترم الاولاني ومن السنين اللي فاتت
اسهل طريقه تحل بيها الدايلوج هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه بتكتب جنب الدايلوج خطوات تكوين السؤال، اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اساس، تكمله، عشان انت عندك سؤالين في الدايلوج بتكونهم انت من الخمس نقاط اللي قدامك. الخطوه الثانيه، اقرا العنوان بتاع الدايلوج، افهم معناه، لان بيوضح لي الدايلوج بيتكلم على ايه. ايمن is talking to his friend رامي about جبل إلبة. ايمن بيتكلم مع زميله رامي عن جبل إلبة. تمام. الخطوه الثالثه، اقرا الديالوج بالكامل من غير ما احل ولا كلمه عشان اعرف تفاصيل الحوار، لان احيانا السؤال الاول والثاني معتمدين على اجابات بعدهم. الخطوه الرابعه، اقرا الديالوج سؤال واجابه وابدا احل بهدوء وبتركيز. ايمن بيقول للرامي today I have read، مش I have read، read هنا تصريف ثالث يبقى read، اخطفها زي اللون الاحمر كده. today I have read an interesting article. ايمن بيقول لرامي ده انا قريت النهارده مقال ايه رائع. رامي بيقول له what is it about، المقال ده عن ايه. فايمن طبعا رد عليه، احنا قلنا فوق بيتكلم على ايه، على جبل إلبة، يبقى يقول له هنا It's about جبل إلبة، هو عن جبل إلبة. جبتها منين يا مستر؟ ما انا قلت لك اقرا العنوان اللي فوق. فرامي سأله سؤال، ايمن قال له it takes its name from the mountain in the middle of it، هو اخذ اسمه، المنطقه دي خدت الاسم كده من الجبل اللي في المنتصف بتاع المنطقه دي اللي هو جبل إلبة. فاكيد طبعا هيسأله ازاي الاسم ده تم اطلاقه او اخذ الاسم ده منين. How does it take its name؟ جبتها ازاي يا مستر هاو؟ احنا قلنا كيف. طب والفعل المساعد does عشان الفعل في اس وشلنا الاس بعد كده. الفاعل اول الكلام it، ترتيب السؤال اهو زي ما قلت لكم. بعد كده take الفعل الاساسي والتكمله name. طب اكمل؟ لا يا مستر. طب ليه؟ اصل انا بسأل على كلمه from the mountain in the middle of it، ودايما اللي بتسأل عليه بتشطبه عشان ما تكتبوش تاني. رامي بيسأل سؤال لأيمن فقال له، طبعا رامي بيقول هنا ايه can you give me some more information about it، انا عاوز معلومات اكتر عنه. فأيمن بدأ يتكلم وقال له it's a national park، هي طبعا حديقة طبيعية surrounded by، محاطة بالايه grassland، البيئة العشبية. اكيد هو كده وافق، فيقول له ايه yes of course، قال له ايوه بالطبع. بعد كده رامي قال لأيمن is it visited by many people every year، هل يتم زيارته بواسطة العديد من الناس كل عام. فهنا مش عارفين قال له يس ولا نو، بس كمل كده، ما دي فائده بقى قراءه الفقره كلها او المحور كله يعني. سأل سؤال قال له because it's not easy to reach، ليس من السهل الوصول إليه. its location is remote، موقعه بعيد. إذا ما ينفعش هنا أقول yes، يبقى أنا أقول هنا no. يبقى no it isn't، ليس من السهل طبعا، أو ما بيزوروش العديد من الناس لأن طبعا صعب نوصل له. فطبعا لما قال له because في الآخر يبقى السؤال لازم أن يبدأ بواي. لو كتبت واي بس ممكن تتحسب لك صح، بس يفضل أجيب سؤال كامل. طب أنا هكون واي أجيب سؤال كامل إزاي يا مستر؟ ما هو احنا قلنا قبل كده، انت قلت لنا قبل كده ان لما الاجابه تبدا ببيكوز بمسك من عند كلمه بيكوز لحد الاخر بشطبه. كلامك جميل. طب انا هكون سؤال ازاي؟ في الحاله دي بتستغل او بتستخدم السؤال اللي قبل الاجابه بتاعتك اللي هو is it visited، تجيب منه المعنى وتبدا تكتبه. مثلا نقول هنا ايه why isn't it visited by many people every year. انا جبت سؤال بواي مبني المجهول وكمان منفي، سؤال فيه حاجات كتير قوي تركز فيها. وبقول له هنا is it visited، فانا اسال بواي هقول له واي واجيب isn't منفيه it visited. تمام. لماذا لم يتم زيارته بواسطه العديد من الناس كل عام؟ طبعا لانه هو مكان فيه مكان بعيد او موقعه بعيد. نحل بقى كده سؤال كومبليت. اول حاجه عندنا زي ما قلنا ست كلمات، اربع فراغات، عندنا كلمتين زياده، الاربع فراغات واحده فيهم خاصه بالجرامر. وعشان احل بعمل ايه؟ الناس حفظت الكلام خلاص من الترم الاولاني، بقرا الكلمات وافهم معناها، اقرا الفقره مره واثنين وثلاثه لما افهمها كويس، ولو عندي مشكله في اول جمله اسيبها للاخر، هتبقى سهله ان شاء الله لان الاختيارات بتبقى قليله. سراوندد يعني محاط بيه، وندرز يعني يتجول، خلي بالك اللي بالايه معناها يتجول، لكن اللي بالاو معناها عجائب. از فيلد مملوء بيه، فيلز يملا، كونتينز يحتوي على. ايجيبت هاز ميني ناتشرال، مصر فيها ايه طبيعي كتير. اوعى تتلخبط، يبقى هنا wonders. خلي بالك النطق الاتنين قريبين من بعض قوي، في فرق بسيط في النطق. that visitors like to see، يعني الحاجات دي ناس الزوار اللي هم السياح او الزوار بيحبوا يشوفوها. ذا وايت ديزرت ناشونال بارك، الحديقه الطبيعيه الصحراويه قلنا اللي هي البيضاء زي ما قلنا. خلي بالك 5 oasis بايه contains تحتوي على، تكون من، يبقى هنا contains 5 oasis فيها خمس واحات. بعد كده نمبر 3، او نكمل هنا يقول لك with rocks فصخور that are shaped by wind، يعني تم تشكيلها بواسطة الرياح بأشكال غريبة زي ما قلنا. النيزك ليك takes the shape of an eye، بحيرة النيزك واخدة شكل عين. it not with water، يبقى هي ايه تم ملؤها بالماء، مش هتملى نفسها، يبقى is filled.
ده الجزء الخاص بالجرامر. باي هنا بيقول لك ايه؟ ووتر from the sea، يبقى with water from the sea او the red sea. جبل إلبا بارك، حديقة جبل إلبا is by grassland، يبقى هنا is surrounded، محاط ب. تمام، دي هتبقى نمبر 4. تمام. it takes its name from the mountain in the middle، خدت اسمها طبعا من ايه؟ من اسم الجبل اللي في المنتصف بتاع المنطقة دي. نحل بعد كده سؤال تشوز. نمبر 1، it's important to eat healthy food، مهم جدا نتناول طعام صحي. is similar in meaning to important، طبعا ايه اللي مشابه في المعنى لكلمة important؟ important يعني مهم، بتساوي essential ضروري، يبقى letter C. number 2، to get the noun of the verb locate، عشان نجيب الاسم من كلمة locate we add the suffix، نضيف ايه في اخرها؟ نضيف في اخرها ION، يبقى location. طبعا location يعني ايه؟ اللي هو الموقع في مصر، بس هنا location بشيل الايه، ما احنا عارفين ان هتحذف الايه لما اجي اضيف لها حاجة في الاخر. number 3، a not is a natural home or environment of an animal، ده الموطن الطبيعي بتاع البيئة أو البيئة الطبيعية للحيوان أو النبات أو other organisms. organisms اللي هي الايه؟ الكائنات الحية الأخرى. يبقى بنتكلم على كلمة اسمها habitat، خدناها في التعريفات، يبقى letter B. number 4، the government، الحكومة takes steps to save our natural wonders، يعني اتخذت خطوات معينة عشان تحافظ على العجائب الطبيعية بتاعت مصر. we should help to them، احنا نساعد في ايه؟ طبعا protect them، حمايتها، حماية الاماكن ديت. number 5، a nut is a large white bird which lives on the ice of the Arctic، طبعا ده دب قطبي او دب كبير ابيض بيعيش على الثلوج الموجوده في القطب، القطبين الشمال او الجنوب يعني. يبقى انا بتكلم على اللي هو polar bear، letter D. number 6، Alexandria is a big city on the Mediterranean Sea، Mediterranean Sea اللي هو البحر المتوسط. يبقى هنا اسكندريه بيج ايه؟ تعتبر بيج. لو قلت هنا سيتي عايز صفة ليه، هيبقى كوستال سيتي، مدينة ساحلية موجودة على البحر المتوسط. سؤال كومبليت على الجرامر اللي احنا خدناه بتاع المبني المجهول في المضارع البسيط. Our beaches are visiting، طبعا الشواطئ مش هتزور، هيتم زيارتها، يبقى هنا visited. تمام. نمبر 2، my father usually read، طبعا هنا father مفرد، هقول is read، استنى بس، ده بابا اللي بيقرأ مش بيتم قراءته، يبقى هنا مبني المعلوم، يبقى هنا reads، يقرأ. بعد كده نمبر 3، our problems are usually discussed in the evening، مشاكلنا بنناقشها بالليل في المساء، المشاكل يتم مناقشتها، يبقى هنا هجيب مبني المجهول، يبقى discussed. تمام. نمبر 4، does the email sent by the secretary، هل الايميل تم ارساله بواسطه السكرتيره؟ الايميل هنا مفعول، يبقى انا عايز قبلها ام از وار، الايميل مفرد، يبقى اقول is the email. نمبر 5، we like the cafe where the meals served by the friendly waiters، احنا بنحب المقهى اللي الوجبات فيه يتم تقديمها بواسطة الايه؟ الجرسونات اللي هم الودودين، ناس طيبين يعني. يبقى هنا مبني المجهول، يبقى سيرف هقول قبلها ار عشان قبلها اسم جمع. تمام. يبقى ار ايه؟ ار سيرفد، ده طبعا ده ايه؟ ده اسم او فعل منتظم، فضلوا دي عشان فيه ايه. اخر سؤال عندنا النهارده، write 110 words، 110 كلمة عن ايه؟ A review of natural wonders in Egypt، مقال نقدي عن عجائب الايه الطبيعية في مصر، وقلنا الكلام ده في الفقرة بتاع reading و listening. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مصطفى احمد العبد من قناه دروس تعليميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.